شوف في الهدفين يا عبد العزيز، هو بيقرا المساحات كويس قوي. اتعب رامي وعيسى مندي الصراحه ما تعرفش تتعامل معاه ازاي. في الهدف الاول يا كابتن عبد العزيز راح واخد البعيده، واخد المساحه الفاضيه اللي ما بين الاربع مدافعين في الكرات العرضيه. وشوف هو كان في الاول ما بينهم، بص راح الكره راحت على البعيده، ممكن تعامل سيء للمدافعين، انما هو تمركزه حلو قوي. تقريبا هناك لقطه مشابهه في مباراه تونس بس عكسيه. ايوه صح. وبقى شوف الهدف الثاني في الجول الثاني الكره اتقطعت، ماشي، هو مسيطر نفسه او مركز نفسه في عمق الملعب، بص على طول راح، على طول رايح، وشايف بقى هو مين اللي حواليه. المهاجمين بيبقوا انانيين، هو غير اناني. كان بامكان المراوغه والذهاب، لديه القدره صح، انما رايح شايف الاكور افضل منه راح مديها له، وده يقول لك ده اصل عامل مشاكل واكور ضيع فرصه ثمينه واعطاه ثقه اكثر. ايوه ومكافئات وبتاع، ده فيلم هابط. فالحاجات اللي انا قلتها قبل الماتش للجزائر ما عملوهاش. لازم تحمي نفسك يا عبد العزيز وتحمي العمق الدفاعي بتاعك. العمق الدفاعي مكشوف، فاهم؟ المساحات واسعه ما بين المدافعين، وبعدين التعامل مع الكرات العرضيه تعامل سيء في كل الماتشات، في كل الماتشات. النهارده ظهرت ليه؟ عشان جابوا منها هدف. وتعامل برضو زيدان ابن زيدان سيء، مفيش حد بينط في الهوا كده، كرة هيتلعب بدماغه هيلعبها في الارض، فاستنى على رجليك، ما تتعاملش مع كرات حراس مرمى بتاع كرة اليد. بن سبعين كان يجري مع الكرة، ايوه، لكن صعبة. يعني هنا بقى زي ما قلت لك لازم وانت بتطلع بالكرة محطات اساسية في نص الملعب عشان الفريق يتنفس وتقدر تخلق خطورة. ماذا عاوز ياخد الريسك؟ اتقطعت، المدافعين طبعا تمركزهم سيء، المساحة ما بينهم واسعة 14 متر، وهو بيشوف المساحه الفاضيه فين دايما بين المدافعين. والتمريره حلوه من ايوبي. انا قلت لك قبل الماتش ايوبي عشان تقدر تسيطر مع الثلاثه اللي قدام، اضغط على ايوبي. صانع العاب اخر غير لوكمان في المحور. أيوة. فانا اشوف ان الفريق ده يا عبد العزيز ما بدون غلطه، فريق نيجيريا عنده مهاجم، عنده صانع لعب، عنده لاعبين في الخط الهجومي نفس الطريقه امام تونس. ايوه، على طول تمركزه على البعيده يخطف. دول حراميه كوره، الاربعه اللي قدام دول حراميه كوره، يسرقوا الكحل من العين. فانت بتدي له مساحات شوارع فاضي، هيهريك وهيروح لك واحد ضد واحد ويلعب لك كرات عرضيه. وبعدين بقى المساحات الموجوده في نص الملعب ازاي يستلم فيها ايوبي. بيتكوفيتش غلط عبد العزيز النهارده فين؟ انه ما غيرش بين الشوطين مباشره. على طول. الشوط الاولاني شوط وحش وكارثي وسيء، عاوز ترجع اللعيبه تعمل ايه؟ تغير بين الشوطين اساسي، على الاقل تغييرين، على الاقل لاعبين. ايوه، على الاقل تغييرين. هو تقريبا قام تغيير بعد مرور 10 دقائق تقريبا او اكثر. 62 كان 2-0 وثلاث لاعبين. ادخل حاج موسى وادخل وبغداد بنجاح. ساعه من اللعب كانت النتيجه كام؟ 2-0 خلصت. فعشان ترجع اللعيبه وتعمل حاجه يعني ردة فعل سريع، غير بين الشوطين. انما في الدقيقه 60 و2-0 ما كله راح باللي عايزه، فاهم؟ فانا في وجهه نظري ان هو قرايته، كلنا بنخطئ، قرايته للمباراه كانت فنيه خاطئه عادي، بس هو عنده فرقه وعنده منتخب شاب يتعلم، فاهم؟ مش عيب ان انت تخسر من فرقه اقوى منك، فرقه احسن منك، عادي. الولاد لسه صغيرين، عندهم امكانيات وعندهم فرص. اهم حاجه ان انت تستعد كويس لكاس العالم، لان عندك منتخب عنده كل الامكانيات انه يعدي الدور الاول على الاقل في كاس العالم. عيال ولاد صغيره، مازا والحاج موسى والعديد من اللاعبين. فدي تجربه يكتسب بها المجموعه خبره من الخبرات المعينه. انما الجزائر عندها منتخب قوي، منتخب شاب، منتخب مهاري، منتخب يلعب على الهجمات المرتده، يلعب على الاستحواذ، عنده تنوع كبير. فما فيش احباط ان انت تخرج من فرقه احسن منك، اقوى منك. هو في النهارده اقوى واجهز منك وافضل منك، فكان يومه. فتحصل في كره القدم. فمش عاوزين بقى تهويل وتغيير وثوره وبتاع. الراجل قدم موسم كويس او مشروع كويس مع الفرقه مع المنتخب. دي الخساره الثالثه ليه، قدم مسابقه مميزه. فبطوله مجمعه عادي بتحصل في كل الامور. بتبقى قرايتك الفنيه في بعض الاحيان بتبقى خاطئه. تريكا هو بيتكوفيتش
متعود دائما يصنع الفارق في الشوط الثاني بتغييراته. صحيح لعبنا ضد منتخبات قويه، كنا في تصاعد، ولكن ما كانش يظن انه في الشوط الاول يلعب امام فريق اللي يقدر يخلص لك المباراه في يضغط من الدقيقه الاولى. قراءته اللي متعود دائما يصنع الفارق في قراءة، لكن اعتقد السيناريو الصادم لبيتكوفيتش هو الدخول منذ بدايه الشوط الثاني، دخول هدفين مباشره. على الاقل احنا ما بين شوطين، انت اسوء شوط في الشوط الاول، اسوء شوط الشوط الاول يعني فيه خلل. على الاقل تغيير واحد او اثنين تعطي الانتعاش صحيح، تعطي روح للمجموعه، لن يكون بسوء الشوط الاول، تعطي ردة فعل، لانه كاين بعض اللاعبين كانوا سيئين. هذا راجع ممكن الجانب البدني والمباراة الكبيرة اللي عملوها أمام الكونغو، وحتى التغييرات يعني بسرعة ما بين شوطين دخل لاعبين. الكل كنا نطالب بونجاح واضح يعني من البداية يساعدك في والنقاط اللي تكلمنا عليهم، نقاط القوة ولا نقاط الضعف وسط الميدان. لم نسيطر على وسط الميدان وفازوا علينا في معركة الوسط، ولا زروقي ولا بوداوي، ممكن المازا اللي كان الوحيد كان يحاول. نفس الشيء في جانب الاطراف، كنا نقول الجناحين، كنا الاهداف جاءت على عرضيه الاولى مين اللي سجلها وسيمان، كانت عرضيه. لم نسيطر على هذا، وعندما لا تسيطر على بعض النقاط اللي كانت هي نقاط قوه او نقاط ضعف، لا تخسر، على الاقل تخسر 50% من المباراه. بدنيا كانوا افضل منا من البدايه، يعني تقريبا شوط اول شوط كامل وهم ضاغطين علينا شوط كامل، يعني عارفين ان الجانب البدني مهم لنا، مهم جدا لنيجيريا. ولكن هذه هي مثل ما قلنا، فيه مباراة ممكن المدرب يقراها صح، وفيه مباراة يقراها اليوم خطأ. بهذه النتيجة بهذا الأداء، لأنه عندنا العناصر وعندنا الإمكانيات اللي نقدر نفعل أفضل من هذا من حيث الأداء ومن حيث النتيجة. ولكن كرة قدم فيها خاسر فيها فائز. برافو لكل يعني اللاعبين رغم الخسارة، لأنه يعني أكيد لو حللنا المباراة دائما تلقى نقاط الضعف، خاصة في مباراة اليوم عدة يعني نقاط ضعف وعدة نقاط يعني سيئة، ولكن هذا لا نبرر يعني هزيمتنا يعني بالأسباب هذه. مبروك لنيجيريا مرة ثانية، وإن شاء الله حظنا أوفر في المستقبل إن شاء الله.